بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الدرس الثالث. بس قبل ما نبدأ في شرح الدرس الثالث عاوزة أطلب منكم تصلوا على النبي وتعملوا اشتراك ولايك للفيديو عشان يوصل لكل الطلاب. النهاردة هناخد التمثيل البياني بالنقاط. الدرس اللي عدى كان التمثيل البياني بالأعمدة. طبعا ايه هتقولوا؟ ايه الخط ده وايه الأرقام دي؟ ايه الإكسات دي؟ الموضوع سهل، ما تخافوش يعني. لازم عشان تفهم الرسم اللي قدامك تعرف العنوان، هو عاوز ايه وايه المطلوب منك ايه. اما بالنسبه للاكسات دي، الاكسات دي ليها مفتاح، المفتاح ده هو هيفهمك يعني ايه الاكس عاوزه ايه منك. يعني في المثال ده بيقول لك العنوان عدد قطع الحلوى في البرطمانات. ايه يعني المفتاح كل اكس يمثل برطمان واحد. يعني هنا عدد البرطمانات. اما 2 و3 و4 و5 و6 ايه دول الحلوى اللي في البرطمان من جوه. يبقى عشان ندخل على اي مثال او اي سؤال في الامتحان يكون بالشكل ده لازم تبص للمفتاح. ما تقولش لو قال لك عاوز كام اكس باتنين، ما تقولش 1 2 3. ما هو نبص المفتاح الاول، لان المفتاح ممكن يكون الاكس بتمثل 2 مش بتمثل 1، فلازم نبص المفتاح الاول. هنعمل مثال واتنين كمان عشان تفهموا. احنا اتفقنا على ان ايه لاي مثال لازم نبص لايه ليه كويس ونبص للعنوان. هنا العنوان قال لك مدخرات بعض التلاميذ بالجنيه زي ما قلنا الاول، وايه وفي هنا اكسات زي ما اتفقنا وارقام من تحت. عشان نحل الاكسات دي اتفقنا ان نبص ليه الاول لمفتاح كل اكس. مفتاح كل اكس يمثل ايه؟ هنا يمثل تلميذ واحد. فيلا بينا نشوف اول سؤال. بيقول لك اكبر قيمه ادخارا. ايه اكتر حاجه هنا؟ اكبر رقم هنا موجود على هنا على الخط التمثيل بالنقاط. عندنا كام؟ 18 جنيه. صح 18 جنيه. شطار. يلا بنشوف اللي بعده. اقل قيمه ادخار. ايه اقل رقم هنا؟ مين يقول لي؟ 15. شطار. نكتب 15 جنيها، وده مثال بسيط. جيم عدد التلاميذ الذين ادخروا 18 جنيها. يلا نشوف فين 18. هنا كم واحد؟ اكس واحده، يبقى كم تلميذ؟ تلميذ واحد، يبقى هنكتب هنا واحد تلميذ. بعده عدد التلاميذ الذين ادخروا اكثر من 16 جنيها. هنشوف 1 2 3 4، يبقى 4 تلاميذ. اخر سؤال عدد التلاميذ الذين ادخروا اقل من 17 جنيها. اقل من 17 يبقى 1 2 3 4 5 6، 6 تلاميذ. يلا نشوف المثال التاني. يلا بينا على المثال التاني. المثال ده بيتكلم على العلامات التكراريه اللي خدناها الدرس اللي عدى، وبيتكلم على التمثيل البياني بالنقاط اللي خدناها الدرس ده. يلا يا اطفالنا الحلوين. المثال بيقول البيانات الآتية توضح أعمار بعض الأطفال المشاركين في نشاط الرسم بالسنوات. أكمل الجدول التكراري ومثل البيانات باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط ثم أجب. الأول لازم نكمل الجدول. الجدول المطلوب مننا أعمار الأطفال بالسنوات اللي عنده 6 سنين و7 و9 لحد 10، والعلامات التكرارية والتكرار، يعني عدد العلامات التكرارية. كم طفل عنده 6 سنوات؟ يلا نشوف. 1 2 3 4. لما نعمل فاكرين العلامات التكرارية 1 2 3 4. شطار. اللي بعده عدوا معايا. عاوزين رقم 7. 1 2 3 4 5. هنا 5. هنا 1 2 3 4. نكتب 5 هنا. مين يقول لي صح ولا غلط؟ لا طبعا هنعمل هنا كده 5. يلا 8. 8. 1 2 3. هنا 3. 1 2 3. يلا نعد. 1 2 3. 1
اتنين تلاتة. يلا نشوف 10. 1 2. في 10 تاني؟ لا 2. 1 2. يلا نكتب هنا كم واحد؟ 1 2 3 4. يعني التكرار كم مرة؟ 4 مرات. 4. شطار. ايوه يا جميل. هنا كام؟ هنا كام؟ مين شاطر هيقول لي؟ 5 على طول، ما احنا قلنا كل على بعض 5. هنا 5. وهنا 1 2 3. هنا برضو 3. وهنا 1 2 3 برضو 3. وهنا 2. لازم نكمل هنا خط التمثيل البياني. تعالى نشوف هنا المفتاح. كل اكس يمثل كام؟ يمثل ايه؟ هيمثل عدد الاطفال كل طفل فيها نشاط الرسم. يبقى ايه؟ نشاط 1 لكل طفل. هنعمل الرسم البياني بالنقاط. هنعرف المفتاح كل اكس يمثل عمر الطفل، وهنا هنكتب اعمار الاطفال. احنا عندنا من 6 اللي هي 10. يلا معايا 6 7 8 9 10. تعالى نقرا الجدول. عندنا كام واحد عنده 4 سنوات؟ كام طفل عنده 6 سنوات؟ 4. نعمل هنا اكس 2 3 4. اللي بعده 7 5 1 2 3 4 5. 8 كام؟ 3. شطار. 1 2 3. 9 1 2 3. 10 1 2. هتقرا الجدول وتطبق على الرسم البياني. الموضوع سهل. يلا بينا نحل الأسئلة. ألف، ايه السؤال بيقول؟ ما عدد الأطفال المشاركين في نشاط الرسم وعمرهم 8 سنوات؟ نرجع للجدول. في كام هنا؟ 3. شطار. 3. اللي بعده نشوف السؤال اللي بعده. ما عدد الأطفال المشاركين في النشاط وعمرهم أقل من 8 سنوات؟ أقل من 8. تعال نشوف على الخط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 أطفال. السؤال اللي بعده. ما عمر الأقل تكرارا بين الأطفال المشتركين؟ أنا هنا كاتباها، لو بصينا هنا هيقوم 2. يبقى أقل واحد على خط الرسم البياني. كده احنا خلصنا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.